الرحمن الرحيم. من أمام وزارة التربية والتعليم، نحن خريجو التربية الخاصة اليوم الأحد تاريخ 18 ذي القعدة من العام 1437 للهجرة، ردا على ما ذكرت وزارة التعليم في موقعها وأمام الصحف والإعلام بأنها استمعت وزارة التعليم ممثلة بوزير التعليم لمطالب الخريجين ووجهوا بمتابعتها. نقول وزير التعليم نزل اليوم وجلسنا مع وزير التعليم، وكانت النتيجة أن وزير التعليم يطالب الخريجين بفتح البزنس الخاص بهم على حد وصفه والتوجه إلى بنك التسليف للحصول على قروض من الدولة. كما أن الوزير أكد بما لا يدع مجال للشك وبشكل ظاهر أن الوزارة ليس لها توجه خلال الفترات المقبلة إن شاء الله برفع التعيينات في مجالات التربية الخاصة. نحن نعترض على هذا، وبإذن الواحد الأحد متجهون إلى والد الجميع خادم الحرمين الشريفين، وبإذن الله لن نقف أمام خطاب وزارة التعليم اليوم لنا، وشاكرين لكل من حضر اليوم، وبإذن الله سننتصر بالحصول على مطالبنا وحقنا وحقوق أبنائنا وأطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة. ونحن نحتاج إلى دعم الجميع ممثلين بشباب الوطن والخريجين والخريجات وأسر وأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.